في يوم كنت بتمشى في شارع هادي في الزمالك، ولقيت فجأة سور عالي على ايدي اليمين، وفوق السور في يافطة بهتانة مكتوب عليها أمريكان سكول. حسيت بحاجة في قلبي غريبة جدا، كأنها ريحة رعب قديمة، وزي ما يكون حد بيبص عليا من ورا السور. الناس في المنطقة بيقولوا ان بعد المغرب اوعى تقرب من الباب ده، لان اللي بيدخل منه ما بيرجعش زي ما كان. تعال مع بعض نعرف ليه قالوا كده. علشان نعرف ايه اللي حصل خلينا نرجع لورا 50 سنة فاتوا، بس مش قوي كده. سوري معلش. المدرسة دي كانت معمولة للأولاد والبنات كل الجنسيات في مصر، فيها ملعب كورة، اوض مزيكا، حصص انجليزي لولاد الناس المهمة ودلع. انما ايه، بس سنة 1987 الإدارة فجأة أعلنت إن المبنى الرئيسي لازم يتقفل والطلبة ينقلوا على فيلا مؤقتا موجودة في المعادي. الأهالي سألوا ليه، الإدارة قالت لهم إن بس في شوية إصلاحات بتحصل في المبنى، لكن ناس قريبة من الإدارة قالوا إن في حادثة حصلت جوه.